بابا وماما منفصلين. بابا أساساً ما عندوش أي حاجة باسمه، لا شغل ولا بيت ولا عربية، حرفياً عايش بيصرف من فلوس جدي. ماما برضو ظروفها على قدها، معاها 4 عيال ومش قادرة توفي مصاريفهم. أنا بقضي أسبوع عند ماما وأسبوع عند جدي، لأن بابا ساكن معاه. وجدي من نفسه كده بيدي لماما كل أسبوع 1000 دولار عشان يساعدها في مصاريفي. الفلوس دي مش نفقة محكمة ولا حاجة، هو أصلاً مش ملزم، بس بيعمل كده من طيبته. المهم، رحت عند ماما من فترة ورحنا نشتري حاجات مدرسة. لقيت شنطة عجباني وقلت لماما تشتريها لي. رفضت، قالت لي أنا بشتري لإخواتك شنط جديدة، انتي خلي جدك يجيبلك. ساعتها أنا اتعصبت وقلت لها أنا أساساً بطلب من جدي. جدي بيديكي 1000 دولار كل أسبوع عشاني، طب ما تصرفي منهم عليا زي ما بتعملي مع اخواتي. قالت لي إني بجحة ورفضت برضه. قمت متصل بجدي وقلت له بلاش تبعت فلوس لماما تاني، إيه الفايدة لو هي مش هتصرفهم عليا؟ اتضايق جدا لما سمع، وقال خلاص مش هيبعت لها حاجة، ولو أنا محتاجة أي حاجة أطلبها منه مباشرة بدل ما أرجع لماما. دلوقتي ماما شايفاني أنا الغلطانة، وأنا محتارة، هل فعلا أنا الأوفر اللي بوظت الدنيا ولا كان عندي حق؟